جوج جرائم قتل وقعوا في هذه الساعات الأخيرة في إقليمين مختلفين، لكن كيتقاربوا في البشاعة ديالهم والطريقة الأبشع باش تنفذوا، وكذا في الأعمار ديال الضحايا ديالهم، وهم ناس مسنين. وحدة مسكينة عجوز لقاوها مذبوحة في دار ولدها في زومي بإقليم وزان، والثاني راجل قتلو ولد خوه القاصر سبب مشاكل عائلية، هشم الراس ديال عمو. وهذا الشيء وقع في واحد الدوار ناحية تنغير اللي يلاه مازال ما فقط من ديك الحكاية الغريبة ديال الجن حمو والصندوق العجيب اللي الحارسة ديالو لهفات ل60 مرة من المنطقة فلوسها ورزقهم. نبدأ أولا بالجريمة ديال زومي في إقليم وزان دار الطمان. جريمة غامضة وقعت في دوار الحرشية المسافرة. الجدرمية ديال المنطقة مازالين مشغولين بالبحث، كيسابقوا الزمن باش يفكوا اللغز الغامض ديال هاد الجريمة والحيثيات والظروف والأسباب ديالها، وأكيد غادي يوصلوا للنتيجة. ضحية ستينات من عمرها كانت ديك الليلة بايتة في دار ولدها. ديك الدار جات تقريبا نسبيا معزولة على الدوار، يعني في واحد البلاصة بعيدة شوية على الجيران، حتى لا غوتات ما يتسمع لها الصوت. مسكينة في ديك الليلة مشات تبات في دار ولدها اللي كان مشغول مع مرتو، كانت يلاه مشات للسبيطار باش تولد وبقات تماك حتى يفك الله الامور ديالها على خير. لكن الصدمه ديالو وديال العائله كلها والناس ديال الدوار كانت كبيره ملي غادي يجي في الصباح ويلقى امو مذبوحه بطريقه ما يمكنليش نوصفها بالنظر للبشاعه ديالها، حتى انه اللي ذبحها الله ياخذ فيه الحق تكادي كيطير الله الراس. لا حول ولا قوه. انا لما في قلبو رحمه ما عرفت كيفاش كانت الشتا كطيح في ديك الليله، وهو الظرف اللي استغلوه الجنات او الجاني والله اعلم شحال العدد ديالهم، استغلوه باش يمشيو يدخلوا لديك الدار، وكانوا عارفين باللي ولدها ومراته ما كاينينش تماك، معنى انهم كانوا حاضين ومترصدين ليها وناويين على شي حاجه خايبه. علاش اختاروا بالضبط ديك الليله اللي ما كاينش فيها الولد ومرته في الدار؟ واش بدافع السرقه او باش ينتقموا؟ الله اعلم. الاسباب ديال هذه الجريمه والظروف ديالها وشكون اللي ارتكبها مازال غامضه. اكيد غادي يوصلوا الجدرميه اللي دار فيها هذيك الحاله، حيت الروح عزيزه عند الله، شحال ما طال الوقت يبان القاتل، وخيعية يخفي معالم الجريمه اللي ارتكبها. كاين الفرضيات كثيره في هذه الجريمه اللي قدرت تكون وراها، البشاعة ديالها والطريقة كيفاش ترتكبت وذبحات المرحومة كتطرح واحد الاحتمال ديال الانتقام. يقدر يكون شي شخص أو أشخاص منزوع طبعا من قلوبهم الرحمة قتلوا هاد السيدة باش ينتقموا في عز شهر رمضان، شهر المغفرة والتوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كاينة فرضية واحدة أخرى، هي اللي دخل للدار ربما دخل باش يسرق، في الاعتقاد ديالو أن الدار خاوية، حيث كان عارف ربما أنه الولد ومرتو ما كاينينش تما، وربما والله أعلم ما كانش عارف بأن الأم ديالو كاينة تما، وحتى تفاجأ بها وربما تعرفت عليه، وملي تعرفت عليه دار في هذيك الحالة ذبحها، يمكن أثناء المقاومة ديالها ليه أو محاولة الصراخ، والله أعلم اللي وقع وجرى في ديك الليلة. الناس ديال المنطقة كيقولوا باللي ديك الدار سبق ليها تعرضت لسرقة الدجاج، سبق لشي وحدين الله أعلم شكون هما مجهولين سرقوا من الدجاج، وهذا المعطى يقدر يزكي الفرضية ديال السرقة اللي استورت لجريمة قتل البشعة. تحقيق أكيد غادي يوصل لكل شيء إن شاء الله. هاد العائلة غادي تنصف ويبان القتال وينال الجزاء ديالو، ونتمنى يكون العقاب شديد باش يكون عبرة للأمثال ويتحقق الردع الخاص والعام. الله يرحم المرحومة، الله يسكنها فسيح جنانه، والله يصبر كل أفراد العائلة ديالها في هذا المصاب الجلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمة أيضا كندعو فيها المول لهذا السيد اللي مات في هذه المنطقة اللي كتشوفوا في ناحية تنغير، الله يرحمه مسكين. هذا السيد اللي تقتل في واحد الدوار في إقليم تنغير، الله يوسع عليه ويصبر كل أفراد عائلته، والله ياخذ الحق في اللي كان حيلة وسباب بزاف هذا الشيء. الروح كتطيح بحال ورق التوت.
ما عرفنيش الأسباب. عرفتو شكون اللي قتل ديك السيد مسكين؟ ماشي شي واحد غريب، هو ولد خوه للأسف. شحال في عمرو؟ في 14 عام. هذا فهاد السن وداير الصوابغ القضائية. قتل عمو في نهار رمضان وعلى سبب تافه. قالك مشاكل عائلية. المشاكل كما كان النوع ديالها كتحل بالعقل، كما كانت الطبيعة ديالها ودرجة الخطورة ديالها. جاني للأسف الشديد هشم راس عمو اللي تصاب بجروح غائرة في الراس. تنقل على الإثر ديالها للمستشفى المحلي بمدينة قلعة سرانة فيها فين مات، قبل ما تنقل الجثة ديالو لامورغ باش تشرح من طرف الطبيب الشرعي بناء على أوامر الوكيل العام. كيقولوا شي خلافات عائلية هي اللي وراء هاد الجريمة، لكن اش من خلافات هذه اللي غادي تكون عند واحد الطفل مازال برغوش ومعامل مع عمو؟ اش من خلافات اللي غادي تدفعوه حتى يهشم راس عمو بعصا تسلح بها وتسبب ليه بسبب ديك الضربة اللي ضربو في راسو بجروح، ونزيف حاد مات إثرو بعد النقل ديالو للسبيطار. الله يرحمه مسكين الله يرحمه. الطفل شدوه جدرمية ديال المركز الترابي ديال قلعة ملكونة، والجريمة وقعت بالضبط في دوار عفير تابع لجماعة أيت وسيف. جدرمية شدوه بعد ما هرب لشي جنان باش يتخبى، واخا تخبى واللي فين ما تخبيتي غادي يجيبوك. كان فكرتي فيها وفي التبعات قبل ما يوقع اللي وقع، قبل ما توقع الواقعة ما كانش يوقع لك الشيء اللي راك فيه دابا انت. اما وقد وقعت الواقعة فغير سامها، انتظر العقاب اللي غادي تتعاقب به. اكيد يكون عقوبة كتوازي الخطورة الفعل اللي ارتكبتي. العقوبة بالنسبة للأحداث في القانون الجنائي المغربي ما كتجاوز 15 عام، وهي كأقصى عقوبة يمكن تحكم بها حدث ما بلغش سن الرشد. ايوا انت ضيعتي عمك، ضيعتي راسك، سببتي مشاكل لعائلتك، خليتي امك باكية، بكيتي ولاد عمك. ما شنو ربحتي اون فان كونت؟ حتى حاجة ما ربحتي. التهور، الصداع، قلة العقل. بنادم عنده على كيفاش نقولوا على العقل ديالو على فيهاش، خصو غير كيفاش يتعصب. هادشي اللي وصلنا له زعما راه هاد الجرايم ديال القتل راه يندى لها الجبين، ماشي وحده ماشي جوج في الشهر كما كنا كنسمعو شحال هادي، ويوميا بزاف 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 بزاف. هادشي زاد حماض. الله يهدي بنادم وصافي، الله يهدي بنادم. حتى الدراري بداو كيقتلوا وشكون الاقارب ديالهم، اللي كيقتل با، اللي كيقتل مو، اللي كيقتل خو. هادشي كيبكي صراحة. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وإلى فرصة لاحقة. دمتم أوفياء لقناة مروكان كرايب تي في الجريمة المغربية. الله يبعد عليكم المدركات، الله يبعد عليكم المدركات.